أكتوبر على مدار العام، وصولا إلى الذكرى الخمسين في عام 2023. وها هو نصر أكتوبر المجيد يقترب من عامه الخمسين، ولكنه لا يزال محفورا في الصدور، شامخا كأهرامات مصر، خفاقا كعلمها. ورغم الأعوام التي مرت على هذه الملحمة البطولية، فإن أصدائها لا تزال درسا لكل من تسول له نفسه أن يقترب من تراب مصر الغالية. يعني نظرا لارتباط معالي الدكتورة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فقد أنابت أستاذ المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي لتوزيع شهادات التكريم والجوائز. والآن اسمحوا لي أن أدعو المخرج الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي لإلقاء كلمته، فليتفضل. الحضور الكريم، عندما ارتفع الأول علم مصري على أرض سيناء الغالية معانقا السماء، وهتف جنود مصر البواسل بصيحات التكبير مزلزلة قلب العدو، تحطم خط بارليف الزائف وانكسرت شوكة العدو، وعبرت مصر إلى النصر المجيد. إن الاحتفال بنصر أكتوبر هو استحضار للحظة تتويج جهود بذلت ودماء زكية سالت، وجنود واصلوا الليل بالنهار، وتخطيط عسكري محكم شهد له العالم أجمع. إن القوة العسكرية ليست في العتاد فقط، ولكنها في رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالوطنية والفداء والجسارة والإقبال على الشهادة بصدور مفتوحة، والاتحاد خلف علم واحد جيشا وشعبا لهو السر الذي تكمن فيه أسباب النصر، والحافز القادر على أن يهزم العدو أيا كانت قوته. الحضور الكريم، لقد كان قرار السيدة الوزيرة بأن تستمر احتفالات نصر أكتوبر على مدار هذا العام بمناسبة بلوغ ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عامها الخمسين قرارا حكيما حتى تصدح معاني الوطنية والعزة على مدار العام، لتحفر في وجدان أجيالنا القادمة أسمى معاني البطولة والوطنية، خاصة وأننا نعيش في هذه الفترة نهضة وطنية كبرى تحتاج إلى نفس المشاعر والقوة التي عبر بها جنود مصر القناة وحققوا المستحيل. الحضور الكريم، اعتاد قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة أن يكرم كل عام مجموعة من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في تحقيق هذا النصر، واليوم نسعد بتكريم كوكبة منهم فلهم كل الإعزاز والتقدير. وإيمانا منا بأن الفن هو القوة الناعمة التي تعبر عن أسمى معاني الوطنية والانتماء في أبهى صوره، فإن القطاع اعتاد أيضا تكريم نجوم شاركوا في أعمال فنية وطنية تقديرا لدورهم في التأثير على وجدان المصريين والتعريف ببطولات نادرة. فكل التحية والتقدير لنجوم مصر الذين سيتم تكريمهم اليوم. السيدات والسادة، أطلق قطاع الإنتاج الثقافي منذ 5 سنوات مسابقة للأغنية الوطنية للشباب اسمها أنا المصري، التي تهدف إلى استعادة رونق الأغنية الوطنية وتقديم أصوات شابة واعدة إلى الساحة الفنية. واليوم تعلن أيضا جوائز الدورة ال5 من المسابقة، وسيقدم الفائزون أعمالهم الغنائية في الجزء الثاني من الحفل. الحضور الكريم، كل الشكر لسيادتكم لتشريفكم هذا الحفل، والتحية والتقدير لكم. وختاما، تحيا مصر، تحيا مصر. السيدات والسادة، كان الجيش المصري وسيظل أبد الدهر هو الدرع الوطني أمام أي معتدل، وضرب رجاله في حرب أكتوبر مثلا يحتذى به في الشجاعة والبسالة والفداء. والليلة يكرم قطاع الثقافة الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة كوكبة من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في الحرب الباسلة. سنبدأ بالتكريم. غرفة عمليات حرب أكتوبر عام 1973
مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة محافظ الأقصر الأسبق لواء أركان حرب دكتور سمير فرج. فليتفضل.